في أول الخيط دايما بنعتمد على التفاصيل علشان نعرف نقرأ ونفهم القضايا كويس. في الحلقة دي بنتكلم عن قضايا الحرايق، وإيه الفرق بين الحريق العمد والحريق القضاء والقدر. سنة 2024 محل عادي جدا في منطقة الأزبكية. المحل ده مرة واحدة تعرض للحريق، والحريق ده وصل لمرحلة التفحم. ولما وصل رجال الأمن للمكان وبعد ما التحقيقات ما خلصت، تم التأكيد إن الحريق ده كان حريق عمد عن طريق عامل كان شغال في المكان، ما خدش بقية فلوسه من صاحب المحل، فقرر إنه يولع له في المحل بتاعه. في الحلقة دي هنتكلم بشكل واضح عن فكرة الحرائق، وإزاي بيتم تحديد من خبراء المعمل الجنائي إن الحريق ده عمد أو قضاء وقدر. وهيكلمنا بالتفاصيل أكتر في الموضوع ده سيادة الدكتور العميد برهامي عزمي، خبير المعمل الجنائي سابقا. في البداية برحب بيك طبعا في أول الخيط، وأحب أفهم من حضرتك إزاي بيتم تحديد الحرائق إنها عمد أو قضاء وقدر. السلام عليكم، وأشكرك وأشكر طاقم البرنامج على إتاحة هذه الفرصة شرفتنا. للقاء، ونشكر السادة المشاهدين شرفتنا يا فندم. على حضورهم معنا. يعني الحقيقة أن جرائم الحرائق دي من الجرائم اللي مش عايزين نقول إنها صعبة، لأن بيحصل الحريقة بتدمر كل حاجة موجودة. يعني عندي لو في جريمة قتل بلاقي الجثة موجودة، أو في جريمة تزوير مثلا بلاقي الإيصال عندي المتزور، أو في إطلاق أعيرة نارية أوكي. بلاقي المخلفات والسلاح اللي موجود. أما في جريمة الحريق فبلاقي كل حاجة لونها متدمرة ولونها زي متفحمة. متفحمة والسودة. أوكي. فمن هنا الصعوبة بتقابل الخبير في هذا النتاج النهائي لمخلفات الحريق بالمكان الحادث. مم. فتحديد الحريق عمدي أو غير عمدي، مم. الحقيقة التوصيف بتاع الكلمة دهيت بيبقى صعب يعني إلى حد ما على الخبير إنه يجزم بيها. أوكي. فدايما الخبير ما ينفعش يقول الحريق عمدي، ما يقدرش يقولها. أوكي. إنما يقول إن الحريق شب نتيجة إيصال مصدر حراري. مم. ما يقدرش يقول حريق عمد، لا يقول إيصال مصدر حراري. مم. أو الحريق عرضي، الحريق شب نتيجة اتصال مصدر حراري. مم. فما ينفعش الخبير يقول عمدي أو غير عمدي، إنما أوكي. يبدي الرأي، وللمحقق اللي بياخد التقرير ده أن يجزم بما لم يجزم به الخبير، أوكي. إن دوت حريق عمدي. القاضي هو اللي يقول عمدي ولا مش عمدي بعد أوكي. ما يسمع، لأن ممكن فعلا حد يولع مم. ولكنه ما اقدرش احاسبه. مم. واحد مجنون او طفل لو ولع، ما ده حريق عمدي، لكن انا ما اقدرش اقول انه عمدي. صح. ليه؟ لان الطفل ما عندوش اراده، او ارادته ناقصه، مم. الاهليه بتاعته ناقصه، او المجنون بتكون اهليته منعدمه تماما. صحيح.